سلامي. هو في كل العلاقات في حد بيحب أكتر وحد بيحب أقل؟ يعني ما ينفعش الاتنين يحبوا قد بعض كده؟ طب لو كان كده أنا ليه في كل علاقة أبقى أنا الطرف اللي بيحب أكتر؟ في ناس كل ما تخش علاقة تطلع منها مكسورة ومقهورة. ده مش عشان الطرف التاني اللي كان معاها في العلاقة وحش أو محبهاش، لأ، عشان هي حبته بزيادة، عشان هي حبته أكتر، عشان هي ادت أكتر. قصة النهاردة بتقول أنا اللي دايما ببادر، أنا اللي دايما أتصل، أنا اللي دايما بصالح، أنا اللي لما أكون زعلانة بسكت، خايفة العلاقة تبوظ، مش عايزة أزعله، خايفة أوقف عطاء، خايفة أوقف أدي لحسن العلاقة تخلص. أنا طول الوقت بسأل نفسي أنا اللي بحبه لوحدي؟ هو ما بيحبنيش أبدا، ما عندوش حاجة يديهالي، ما عندوش استعداد يتنازل علشاني مرة ويصالحني. طب يسأل مالك؟ في الحالة دي لو لقيت نفسك انت اللي بتدي وانت اللي بتبادر وانت اللي بتصالح وما بتاخدش غير فتافيت، لازم توقف، تعمل وقفة وتسأل نفسك أنا فين؟ أنا فين في العلاقة دي؟ تسأل نفسك أنا ليه مستحمل كل ده؟ إيه اللي مخليني مستني؟ أنا ليه ما بمشيش؟ كتير من الناس دي بيكون عندهم خوف داخلي من الرفض، وبيفكروا لا شعوريا إن أنا لو فضلت أديله هيفضل معايا، لو كنت طيب وحنين مش هيسيبني، لو استحملته هيفضل ويايا. الحقيقة إن كل ده مش حب، ده خوف، وتعلق مشروط بالخوف، خوف من الرفض، خوف من الهجر، لكن مش حب. اللي عايزة أقوله لك إن العلاقات اللي من النوع ده اللي معتمدة على اللي انت بتديه هتفضل تستنفذك لحد ما تفضى، تلاقي نفسك ما عندكش حاجة تديها وعايش في قلق وتوتر ومراقبة، تعصر فيك لحد ما تفضى تماما وتلاقي ما عندكش أي حاجة تديها للي قدامك ولا حتى تديها لنفسك. في قصة شهيرة للكاتبة فيرجينيا وولف بتقول فيها إنها كانت في علاقة وكانت هي الطرف اللي بيدي من غير حدود وبيضحي من غير حساب، وللأسف كانت حاسة طول الوقت بالألم والبؤس والعذاب وما كانتش مستريحة أبدا بالرغم من حبها الشديد للطرف التاني. بس فهمت في الآخر إن الحب عمره ما كان تضحيات من غير حساب ولا عطاء من غير حدود. الحب عشان يبقى حب صح وحب حقيقي لازم قد ما تدي قد ما تاخد. طيب أنا عرفت إن أنا الطرف اللي بيحب زيادة، أنا الطرف اللي بيدي من غير حدود، أنا الطرف اللي بيضحي من غير أسباب، بس أنا مش مستريحة، مش مبسوطة، مش عاجبني وضعي ده. أعمل إيه؟ أول حاجة اعرفي قيمتك، مش محتاجة تثبتي إنك تستحقي الحب، تعرفي إن وجودك لوحده كفاية. تاني حاجة لما تكوني في علاقة ما تتسحليش في العلاقة وخلاص، راقبي العلاقة، لو كان الطرف التاني ما بيعملش نفس المجهود اللي انت بتعمليه يبقى لازم توقفي وتعيدي حساباتك. تالت حاجة وأهم حاجة اتعلمي تقولي لأ، ومش لازم تبقي مستعجلة، ادي للراجل فرصة، مش لازم انت اللي تبادري كل مرة، مش لازم انت اللي تتصلي كل مرة، مش لازم انت اللي تصالحي كل مرة، اديله فرصة يبادر هو، اصبري، اتقلي، قولي لأ. رابع حاجة اطلب احتياجاتك من شريكك بوضوح، بكل شفافية ووضوح، أنا محتاج كذا، أنا بحب كذا، أنا ناقصني كذا، لأن أوقات الشريك ممكن يكون مش واخد باله، مش فاضي أو عامل نفسه مش واخد باله، لكن لو طلبت احتياجاتك بكل وضوح وهو استجاب يبقى كده تمام والعلاقة ماشية تمام، لكن لو ما استجابش يبقى فيه مشكلة والعلاقة دي غير متوازنة وانت محتاج تعيد حساباتك في العلاقة دي من أول وجديد. الخلاصة إنك لو فضلت تدي عشان خايف العلاقة تخلص انت اللي هتخلص وهتقع في الآخر. لو حد فيكو مر بعلاقة زي دي وكان هو الطرف اللي بيحب أكتر، ياريت يقولي في الكومنتس ايه الحاجة اللي كان محتاجها في العلاقة دي وما لقاهاش. لو حسيت ان حد محتاج يسمع الكلام ده ابعتهوله أو شير الفيديو على صفحتك وخليك شريك معايا في رسالة الوعي، وانتبهوا إن ملهاش إعادة، وخلوا السعادة دايما عادة. سلام.